ولحتى تحصلوا على قطايف مقرمشة من برا وطرية وجوسي من جوا وأطيب وألذ نكهة مثل ما شفتوا ببداية الفيديو. تابعوا الفيديو للأخير لأن راح أخبركم عن أسرار كثير مهمة. وبنقول بسم الله. عندي هون بالبداية كوبين من الطحين متعدد الاستخدامات، راح أضيف عليه نص كوب من السميدي. السميدي ناعمة لازم تكون، وإذا كانت طحين فرخة بيكون أحسن. رح أضيف عليهم ملعقة صغيرة كثير من الخميرة الفورية، ونص ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ورشة ملح، وملعقة كبيرة من حليب البودرة، وملعقة كبيرة من السكر، واخلطهم كثير منيح مع بعضهم. بعدين رح أضيف عليهم كوبين ونص من المي. المي لازم تكون يا دوب دافية ما تكون سخنة. نخلطهم بالهاند بلندر أو بالخلاط. هالعملية كتير ضرورية لتكون عجينة القطايف عندنا ناعمة ويتفاعل الجلوتين. إذا ما عندكم خلاط فيكم تخلطوهن على ايدكم، بس بدكم ترجعوا تصفوها منيح منشان ما يكون فيها تكتلات وتكون مثل ما خبرتكم العجينة ناعمة. وممكن تحتاج معكم 3 أكواب مي حسب نوعية الطحين وامتصاصه للسوائل. عندي هون طبعا بدنا نريحها 10 دقائق، بعدين نبلش فيها شغل. القلاية هون لازم تكون سميكة وطبعا غير لاصقة، حميتها كتير منيح على النار. وبس نصب القطايف بنوطي النار للوسط، بس تكون عندنا القطايف مثل ما شايفين امامكم بتستوي من الداخل للاطراف، بتكون عجينة كتير ناجحة. وبس تكون الثقوب مثل ما شايفين هيك صغيرة بتكون ناجحة واخذي اللون الابيض عن الداير، معناها عجينتنا ناجحة 100%. وطبعا اهم شيء تكون مغطاي. طالما نحن عم نخبز القطايف مغطاي بقطعة قماش احسن ما تنشف معنا، اذا نشفت ما عاد بتلزق معنا. وهون حشيتها بالقشطة اول شيء وسكرتها كتير منيح. انتبهوا بنعيد عليها مرتين بالتسكير منشان ما تفتح اثناء القلي. وحشيتها بالجوز. بعدين عندي هون زيت الغزير، زيت محمى كتير منيح. بس اني نزل القطايف بالزيت بوطي النار للوسط، وبس ياخذ عندي القطايف اللون الذهبي مثل ما شايفين بنشيله على مصفاي، بنخليه يصفي الزيت شي 2-3 دقائق. بعدين بنحطهم بجاط وبنصب عليهم القطر صب. هذا هو السر الاساسي لنجاح القطايف، انه نصب القطر عليه صب، ما نحطه بالقطر. والقطر لازم يكون سميك ما يكون خفيف، وهيك تاخذوا اطيب والذ وانجح وصفة قطايف. صدقوني يا جماعة من انجح وصفات القطايف اللي راح تجربوها بحياتكم. بس عن جد أنا كتير بحاجة دعمكم، بتمنى منكم تدعموني على قد ما بستاهل، والله قد ما بستاهل ما بدي أكثر. شوفوا ما شاء الله كيف القطايف ما أجمل منظرها، وعن جد طعمتها ولا أطيب من هيك. وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، وصحتين وألف عافية، وباي باي.